كده اول ما اتاكدتي انك حامل، اول سؤال بتساليه لنفسك: انا امتى اروح زياره للدكتور، وامتى ابدا المتابعه بتاعتي، وايه هي المتابعه اللي هتكون. في الفيديو ده اعرفك فيه كل حاجه عن المتابعات، وامتى بتكون مواعيد المتابعات، وايه اللي بيتعمل في كل متابعه بالظبط. مش اول ما تعرفي ان انت حامل مش المفروض ان انت تجري على الدكتور على طول وتعملي اول سونار، لا ده لسه عليه بدري شويه. الا لو كنتي بكريه وما رحتوش قبل كده خالص لاي دكاتره نساء، فالمفروض ان انت بتروحي اول ما تعرفي ان انت حامل، او لو قبل الحمل كمان، عشان تشوفي اذا كان في اي مشكله في الرحم، في عنق الرحم، او عندك اي مشكله نسائيه. لكن لو كنت عملت السونار ده قبل كده وعرفتي ان انت حامل بعد ما عملت السونار ده، فهقولك على اول ميعاد للزياره للدكتور. الميعاد المثالي اللي انت تروحي فيه اول زياره للدكتور من الاسبوع السادس الاسبوع السابع. لكن لو وصلتي للاسبوع الثامن ولقيت الدكتور بيقولك ان نبض الجنين مش ظاهر، فيعني نصيحه لازم تغيري الدكتور ده. انا مش بقولك الدكتور وحش، بس ممكن يكون الاجهزه بتاعته مش كويسه، السونار مش حديث، او ان هو مش متمرس كويس في السونار. على الاسبوع الثامن لازم يكون نبض الجنين ظهر بوضوح، وكيس الحمل بيكون كده كده ظهر من الاسبوع الخامس او السادس. بدل ما تروحي مرتين ورا بعض، خليكي على الاسبوع السابع عشان تشوفي الكيس اذا كان جوه الرحم فعلا موجود، وتسمعي نبض الجنين، ان هو طبعا يبقى احلى صوت تسمعيه في حياتك. وعشان كمان يقدر يحدد لك عمر الجنين بدقه، ان هو في السونار بيكون في حسابات معينه لطول الجنين بالملي، فمن الطول ده بيقدر يعرف العمر الحقيقي الدقيق للجنين. وللمره المليون بقولك ما تسمعيش كلام اي دكتور يقولك النبض مش باين والكيس فاضي، اديكي حاجه تنزلك الدوره او تعملك اجهاض. ما تسمعيش كلام اي حد من الدكاتره دول، واستني اسبوع وروحي اعملي عند دكتور تاني سونار. ايه اللي بيتعمل في الزياره الاولى دي؟ اول حاجه الدكتور هيكتب لك الفيتامينات اللي انا قلتها لك في الفيديو بتاع كيف احمي جنيني واحد، هيكتب لك على كل الفيتامينات دي. بس في حاجه ضروري هقولك عليها، لما يكتب لك الفيتامينات دي نقشيه في حته الفوليك اسيد، لان 30 من 40% من الستات جسمهم مش بيمتص الفوليك اسيد الطبيعي. فنقشيه في حته ان انت تاخدي الصوره النشطه منه اللي هو مثال الفولات، لان ده الصوره النشطه منه اللي الجسم بيمتصه على طول بسرعه، والجنين بيستفاد منه استفاده كبيره. تاني حاجه يكتب لك على التحاليل اللي انا قلت لك عليها، اعمليها في الفيديو التاني بتاع كيف احمي جنينك. بس برضو نكشف حاجه، لو ما كتبلكيش على تحليل فيتامين د، لان فيتامين د ده مرتبط ارتباط كبير بزياده نسبه الاجهاض وضعف انغراس المشيمه في الرحم، لازم تناقشيه ان هو يكتب لك تحليل فيتامين د عشان تشوفي نسبه فيتامين د قد ايه بجسمك، لو في نقص يعوضهولك بالفيتامين. لازم تناقشيه في الحاجات دي عشان يعرف فعلا ان انت واعيه وفاهمه في حالتك كويس. والمفروض ان هو في المره دي ينصحك بكذا حاجه، لو ما عندوش زحمه كشوفات بره